النهارده الحمد لله خلّصت الشغل في حوض السمك بنسبة 90% أو على الأقل كنت فاكر كده. في الأول كنت هاعمله على شكل دايرة، لإن ده أسهل شكل في البُنا، وفي نفس الوقت له مميزات كتير. لكن حسيت إن البيضاوي هيبقى شكله أفضل، وفي نفس الوقت هيبقى أحسن في استغلال المساحة. الموضوع خد مني وقت كتير، معظمه في نقل الطوب والرملة وتحضير المونة، لكن كنت محتاج أتعلم طريقة البناء بالبلوك، وفي نفس الوقت كانت أول مرة أتعامل مع أسمنت أو مونة. لحسن الحظ إن الشكل البيضاوي على الرغم من إنه أصعب من الدايرة طبعًا، لكنه أسهل بكتير من الشكل المستطيل والخطوط المستقيمة، وبنقدر نرسمه عن طريق ربط خيط مرتخي ما بين عمودين، وبنمشي على المحيط بتاعه. واكتشفت إن الشغلانة دي صعبة جدًا لشخص واحد، يعني هي على الأقل وظيفة لشخصين، لكن الحمد لله الموضوع طلع ممتع جدًا ومريح نفسيًا. في نفس الوقت بيخلّينا نتأمل في إيه قدر الإنجازات اللي ممكن نحققها لو بنينا طوبة، طوبة بالراحة، واتقدمنا كل يوم خطوة بسيطة لقدام. بمجرد ما وصلت للنقطة دي، المشكلة طلعت إن البنا مش أصعب حاجة، ولكن هو ربط الجدار بالأرضية بإحكام أولًا، وثانيًا العزل الكويس، لإن لو حصل تسريب هتبقى مشكلة كبيرة. وهنا في كذا اختيار، أولهم إننا نستخدم مشمع عازل من أي نوع، والتاني إننا ممكن نعمل طبقة محارة مدعومة بمادة مطاطية زي الإيدي بوند، وفوق المحارة بندهن عازل أسمنتي من بتاع حمامات السباحة، أو ممكن ندهن طبقة إيبوكسي، وفوقيهم برضه بنحتاج ندهن طبقة عازل تاني علشان يعزل المسامات كويس. الحل التالت إننا ممكن نستخدم سيراميك، وفوق السيراميك ندهن طبقة عازل بسيطة. المشكلة إن كل الحلول دي مكلفة جدا، وما أقدرش أتحملها حاليا. وأنا شغال فكرت إننا ممكن نستخدم محلول فوم البوليوريثين مع الأسمنت. كنت شُفت ناس كتير بتستخدمه في العزل بشكل شخصي، لكن ما شُفتش حد بيستخدمه بشكل تجاري، فهاحاول أجرّبها بكرة إن شاء الله. ولو إني مش متأكد إنها أوفر من باقي الحلول. ويا ريت لو حد عنده أي خلفية يساعدنا ويقول لنا أنهو طريقة فيهم هتبقى أوفر.